الرحيم. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان من أرض الإمارات، من أرض التسامح، من أرض الأشقاء، يتم هذا اللقاء من هنا معا بكم ومعكم. نلتقي في قمة عربية كبرى بين منتخبين نفخر بهما، بين محاربي الصحراء وفراعنة مصر، بين بلادي وبين الجزائر الغالية على قلوبنا. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، هنا في مدينة العين، في دار الزين، وفي ضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة، معا نلتقي كأشقاء، معا نلتقي كأحباء، معا المصري بجوار الجزائري دون حواجز، فالمدرجات لا يوجد بها حواجز كحال قلوبنا. أفريقيا الكبرى، كرة أمام المرمى، الله يسيطر عليها الشناوي، سيطر عليها الشناوي، وكانت الكرة من فارس شعيبي في اللقطة، كرة في أدواتها خطرة لمنتخب الجزائر، لكن تغطية ممتازة. عبد المنعم يقف أمام كل هذه الهجمات. الكرة كيف تتخلص، وهناك فاول وخطأ يشير إليه حكم المباراة على سفيان فغولي لاعب المنتخب الجزائري. زيزو، تريزيجيه، خلصها ماندريا، كرة تريزيجيه الرائعة والتهديد المصري الأول في المباراة بشكل رائع وجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، لن تكون بين اليسرى، بيلعبها الله، صلاح يا صلاح، العارضة بتحبك يا صلاح، العارضة عاوزة تفتخر انها صدت كرة صلاح، منعت هدف مصري. المصري بالي زيزو هاني معاك، يسدد زيزو لكنها راحت الى خارج الملعب، ضربة مرمى. شايف احمد السيد زيزو نجم الزمالك سددها في اللقطة الماضية، الكرة عدت ملعوبة اقصى الجهة اليسرى لتوبة. يا سلام، تدخل قوي وبطاقة حمراء ستكون، بطاقة حمراء لمحمد هاني، تدخل قوي وبطاقة حمراء لمحمد هاني في اللقطة الماضية. صلوا على النبي، الفار موجود ونصلي على النبي. الدقيقة 27 تشهد طرد محمد هاني نتيجة تدخله بتهور على أحمد توبة. شوف، إن لم يحدث التلامس قد يتراجع حكم المباراة. ضربة حرة مباشرة، محرز بيلعبها عالية وعرضية، بيخلصها مصطفى. رجعت الكرة مرة أخرى لزروقي، إصابة لاعب المنتخب المصري في اللقطة الماضية. سفيان بيلعبها رياض، يسقط وفاول خطأ على رياض محرز في اللقطة الماضية، وبالتالي ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب مصر. كان يطالب بخطأ رياض محرز لمصلحته. على فكرة نعطيكم إحصائية خاصة، رياض محرز عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء بيسيطر عليها، وهناك مطالبة بلمسة يد واحتجاج جزائري كبير. الفار موجود، حنرجع للفار في أي لحظة. الكرة بتلعب، تصل مرة ثانية لمنتخب الجزائري، ضربة ركنية عالية وخارطية. يا سلام، الشياكتي يحاول، لكن عيسى مندي فاول وخطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على تريزيجيه. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. هنا كرة ملعوبة للمنتخب المصري، يا سلام، المحارب بن سبعيني يسرى لا زالت قائمة عالية عرضية، الكرة رجعت لرياض، الكرة لمنتخب الجزائر عالية عرضية، ألغي الهدف ولكن جمهور الجزائر يحتسبها بتفاعله بالراسية الرائعة على الشناوي. يا سلام يا فارس على الكرة الراسية. مولحي وغيرهم الآن نتحدث عن الكرة، بيسيطر عليها الشناوي،
والتسديدة كانت من أمين كويري لصلاح بيجرب وبيسدد والكرة إلى خارج الملعب. كله ضربة ركنية عالية عرضية بتعود مرة ثانية وبتبعد، وأبعدها ماندريا، أبعدها إن اللي بيسيطر على الخبرة. رجعت كرة ملعوبة الآن عالية وعرضية، النقص يولد القوة عند المصريين. المنتخب المصري لا ينقص بل يزداد قوة. المصريين يتقدمون الآن عن طريق حمدي فتحي ليعلن عن تقدم الفراعنة، عن أبناء مصر، عن أول أهداف المباراة، عن الزعامة الإفريقية يتحدث، عن ريادة النجوم أتكلم، عن الماضي الكبير، عن حضارة السنين، عن أمجاد اليوم، عن نظرة المستقبل. صلاح بيلعبها عالية وعرضية بيسيطر عليها، خطرة أمام المرمى، لا زالت قائمة لمنتخب مصر. مصطفى إلى ضربة ركنية. يا جماعة المنتخب المصري بعد الهدف أصبح حب. رجعت الكرة لعمر بيسدد وبيخلصها. ما هذا الأداء لمنتخب مصر؟ ما هذا الشوط؟ محمد ثاني مصطفى بيجرب وبيسدد، ولكن نقل الكرة على الجهة اليسرى، لعب كرة عالية عرضية أمام المرمى باتجاه اسلام سليماني، لكنها راحت إلى خارج الملعب. ضربة ركنية لصالح المنتخب الجزائري مع سقوط الشناوي. رياض بيلعبها ولكن اصطدام وسلامات إن شاء الله لعبد المنعم. سلامات إن شاء الله لعبد المنعم. ألف سلامة إن شاء الله يا عبد المنعم. معافى في الاستدامة. الروح العالية تجسد في أرضية الملعب. هذا جمال بالماضي، قائمة لصالح المنتخب الجزائري. الله، شناوي بيخلص، رجعت لعيسى للجزائر، ضغط الكرة لعطار، تقدم، يا سلام، راحت كل لمنتخب بلاده. عالية، يا سلام، الكرة عالية، رمزي الله، عادت الجزائر وعادات الجزائر، عاد المحاربون وعادات المحاربون، عاد الجزائر وعاد رياض ورفاقة. الجزائر تعود للمباراة وتعود بهدف التعادل. ازيكم، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله موضوعنا مختلف عن المرات اللي فاتت. مش هنتكلم عن المونتاج، النهارده هنتكلم عن تجربه انا خضت فيها الفتره اللي فاتت دي، وحابب ان انا افيدكم بيها وبكل تفاصيلها، وهي تجربه شراء من سوق.com. انا مش هعمل مقارنه ما بين المواقع وما بين بعضها، انا هتكلم عن حاله خاصه بيا تمت. تابعوني للاخر، لان في الاخر فعلا هقول لكم حاجه كانت غريبه جدا حصلت وما كنتش متوقع ان هي تحصل من سوق.com. خليكم معايا للاخر لو حابين تعرفوا ايه اللي حصل بالظبط. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من المره اللي فاتت. النهارده انا عاوز احكي لكم عن حاجه الحقيقه كانت بالنسبه لي مهمه جدا، وحابب ان انا افيد بيها غيري، علشان اي حد ناوي يمشي في نفس السكه يبقى عارف ايه اللي هيحصل له، او اي حد بيختار موقع اونلاين يشتري منه يعرف بالظبط هو هيشتري من مين، ويبقى مطمن لمين ويبعد عن مين بالظبط. انا بالظبط حصلت معايا حوار مع سوق.com، او مش حوار يعني، تجربه كده انا دخلت فيها، والحقيقه يعني كانت
فيها حاجات كتير جدا ايجابيه، وحابب ان انا اعرفكم بيها النهارده، وهقول لكم فعلا على حاجه في الاخر ما كنتش متوقع تماما ان هي تحصل منهم. الموضوع ابتدى ان انا من كام شهر قررت ان انا اشتري كام منتج كده من على سوق دوت كوم، وفعلا اشتريت المنتجات. كانوا 3 منتجات تقريبا، ولما جولي يعني اكتشفت ان في منتج منهم مش مناسب ليا، عاوز ارجعه. فالحقيقه كلمت خدمه العملاء، وبالمناسبه خدمه العملاء مش مصريين، دول عرب. انا ما اعرفش الحقيقه، يعني اللي انا عرفته فيما بعد ذلك ان هي الشركه اساسا اماراتيه ومقرها الرئيسي في دبي، فغالبا خدمه العملاء من هناك من دبي. بس الغريبه اكتر ان انت مش هتحس باي اختلاف غير بس اللهجه، لكن هم عارفين كل حاجه، عارفين كل التفاصيل، يعني اكنك بتكلم مصريين